هكذا يبدو الهدف الماكر فعلا. في الدقيقة 97 كانت أتلانتا وتورونتو متعادلتين بهدف لمثله، وبينما كان الجميع يعيش ما بدا أنه آخر لحظة في المباراة، أمسك حارس تورونتو الكرة وسقط أرضا ليضيع الثواني الأخيرة. الملعب بأكمله اعتقد أن اللقاء انتهى، لكن كان هناك شيء لم ينتبه له أحد. بينما الحارس ممسك بالكرة، قام ثياري بهدوء تام بالتقاط زجاجة ماء بجانب المرمى دون أن يثير أي شك، وعند عودته إلى داخل الملعب تبع الحارس بهدوء واختبأ خلفه مباشرة دون أن يراه. في اللحظة التي أشار فيها الحارس لزملائه بالتقدم واستعد لوضع الكرة على الأرض لبدء اللعب، قرأ ثياري المشهد فورا. كان يعلم أن الحارس سيضع الكرة عند قدميه، وما إن خرجت الكرة من يديه حتى باغته تماما. انطلق ثياري من الزاوية العمياء للحارس، لمس الكرة مرتين فقط وتجاوزه قبل أن يتمكن من رد الفعل، ومع مرمى مفتوح تماما تمالك أعصابه وسجل هدف الفوز في آخر الثواني. هدف خبيث لكنه عبقري.